وعلى الهواء بنجدد التحية والترحيب بكل المشاهدين اللي انضموا لمتابعة مباشر من مصر، ونرحب بضيفنا الكريم دكتور وحيد إمام، أستاذ علوم البيئة جامعة عين شمس ورئيس الاتحاد النوعي. منور شاشة الفضائية المصرية يا فندم، ومنور استوديو مباشر من مصر. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. يمكن بنتكلم في الدقائق البسيطة قبل ما نطلع على الهواء على اللي بيحصل في الكرة الأرضية، وبقول لحضرتك يعني الكوكب ابتدى يعلن غضبه. قلت لي كلام في منتهى الخطورة جدا عن درجة حرارة غلاف الكرة الأرضية اللي المفروض ما نوصلش ل 16.5، احنا وصلنا ل 17. ايه الحكاية يا فندم قبل ما نبدأ كلامنا وتفاصيل صالوننا النهاردة؟ هي الفكرة ان مع الأنشطة البشرية وارتفاع معدلات ثاني أكسيد الكربون والغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، يفترض ان احنا وصلنا لغاية 16 وداخلين على 2.1 درجة. ده اما ما بنتكلمش على درجه حراره الجو، بتكلم على درجه حراره الغلاف الجوي وسطح الارض على الكره الارضيه ككل. فالعالم كله من اول باريس كان في 2015 بيدور ان باي شكل من الاشكال مش هنتخطى 16.5 لغايه 2050، يعني في خلال 27 سنه. يعني انا عندي 3.1 درجه كنت مش عايز اتخطاهم باي شكل من الاشكال. في خلال الاسبوع الاخير من الشهر اللي فات ولغايه دلوقتي في خلال ال 15 يوم دول، يعني احنا بنتكلم على حوالي 20 يوم، العلماء سجلوا ان متوسط درجه حراره الارض اترفعت لحوالي 17 و18%. وده وضع مؤقت يا فندم؟ هترجع ترد تاني ل 16.2 ولا هيلقي باثاره القاتمه؟ لا، هي هتقعد معاك الظاهره طبعا شويه لغايه نهايه الشهر كويسه، وبعد كده الامور هترجع ل 16 وال 2.1 اللي احنا بنتكلم عليهم في المتوسطات، ولكن هتظل الظاهره دي موجوده معايا تباعا لمده على الاقل 3 سنوات. ودي كانوا بيعزوها لان في ظاهره طبيعيه بتبقى موجوده، ظاهره في النيلو المحيط الهادي اللي هي سخونيه ميه المحيط، يعني عشان نبسط الجزء الشرقي من المحيط الهادي درجه الحراره بتاعت الميه بتاعته بترتفع مع هذه الظاهرة في هبوب الرياح التجارية على الكرة الأرضية من الجانبين. بيكون النتيجة بتاعتها بتسحب معاها رياح دافئة بتخش على القرن الأفريقي وأوروبا على وجه التحديد، بيصاحبها ارتفاع في الحرارة وأمطار. يعني انت بتجدي فيضانات موجودة ابتدت تظهر معايا في مناطق كتير من العالم، وبالتالي الظاهرة دي يعني بتقعد معاك من شهر لشهرين شوية، ولكن التكرار بتاعها لمدة 3 سنوات هتستمر معاكي. فأنا أتوقع إن زي ما كانوا بيقولوا إن عام 2017 كان أسخن عام، وكان أغسطس منها كان هو الشهر الأكبر. لا، ده إحنا يوليو السنة دي 2023 تخطاها بكتير جدا جدا جدا. فنتمنى بس من كل السادة المشاهدين ان ارتفاع درجات الحراره اللي هتصل في الظهيره يمكن تتخطى ال40 عندنا وفي اوروبا والحتت دي كلها، ممكن تكون وصلت للاربعينات وفي حتت اكتر. الصين وصلت للخمسينات موجوده فيها. نتمنى بس الابتعاد عن الشمس بقدر الامكان والمناطق الحاره عشان ضربات الشمس والاجهاد الحراري اللي ممكن يصيبنا، وخصوصا اللي زي حالات كبار السن ما يستحملوش باي شكل من الاشكال. فبالتالي يعني ربنا يعدي الايام دي على خير ان شاء الله يا رب. طيب الرئيس عبد الفتاح السيسي استعرض الجهود المصرية في مواجهة تأثيرات التغيرات المناخية على دول القارة السمراء في الكلمة اللي ألقاها امبارح في هذا المؤتمر، مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أمام جلسة البيئة والتغيرات المناخية. خليني أسألك بمنتهى البساطة ومحاولة الفهم من إنسان بسيط، هي قضايا البيئة ليه مهمة لجمهورية مصر العربية، وليه مهمة للقارة السمراء، وليه مصر بطول القارة الأفريقية هذا الكم من الاهتمام والعمل الدؤوب لمساعدتها على تخطي تأثير التغيرات المناخية؟ طيب، سيادتك سألت على قضايا البيئة بشكل عام والتغيرات المناخية جزء منها كويسة. كل قضايا البيئة مرتبطة بكل مناحي الحياة. يعني لما باجي اتكلم على الصحة، لسه بنتكلم ارتفاع حرارة على سبيل المثال، معناه ان الصحة بتاعت البني ادمين هتبقى في خطر.
ماشي، الزراعة هتبقى في خطر، التجارة ماشي، هتبقى في خطر، التجارة هتبقى في خطر، الصناعة ماشي، هتبقى في السياحة خطر. ممكن تبقى في بعض الأماكن، واخد بالك إزاي، نتيجة التصحر أو نتيجة تآكل الشواطئ، أو إن الكائنات زي الشعاب المرجانية ما تقدرش تعيش مثلا في مناطق حارة، أو بسبب النوع من أنواع الأسيديفيكيشن، أو اللي بنطلق عليه إن المية تبقى الحمضية إلى حد ما، بسبب زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الجو وبينزل للشعاب المرجانية، فبيزود الحمضية اللي موجودة، فيؤدي إلى الابيضات بتاعها وموت الكائنات اللي هي الزوكسنسيلا، أو بنطلق عليها الطحالب اللي موجودة، فتؤثر على السياحة وتؤثر على مجتمع الكائنات البحرية اللي موجودة. فما كل ما تيجي تتكلمي عن صناعة أو على أي نشاط من الأنشطة هتجدي إنه مرتبط بشكل أو بآخر بالبيئة. أنا عايز أقول بقى لاستدامته وبقائه وإصحاحه بالبيئة، وبالتالي ما بنقدرش نفصل الموارد الطبيعية اللي هي البيئة أساس وجزء مؤثر جدا فيها ككائنات نباتية، كائنات حيوانية، أو حتى البشر نفسهم. فالعملية متشابكة بشكل كبير جدا جدا جدا، وبالتالي الناس لما بتيجي تشوف بتحط اولويات. طب ده هو انا اولوياتي ايه؟ الناس لما كانت بتتكلم على اولويات البيئه زمان قالوا في 3 اولويات. الاولويه الاولانيه اللي موجوده عندي التصحر، ده اللي كان ظاهر معاهم، وكانت ظاهره التصحر موجوده، وخصوصا في القرن الافريقي هنا هو غالبيه البلاد ظاهر فيها نسبه التصحر، وان الرعي ما بقاش زي الرعي بتاع زمان، وما فيش شجيرات ولا اشجار بتعتمد عليها الماشيه والاغنام، فابتدوا الرعاه يتحركوا من مناطق لمناطق تانية، ابتدت تحصل الهجره الجماعيه، ابتدت يحصل مشاكل ونزاعات بين القبائل اللي موجوده. ده كل ده كان ظاهره التصحر، ابتدوا يتكلموا عليها. بعد كده قالوا طب ما احنا عندنا ظاهره تانية اللي هي ظاهره التغيرات المناخيه، ارتفاع درجة حرارة الأرض اللي ابتدت تظهر معايا. ما هي دي بتؤثر بشكل كبير على نفس الكلام اللي انت كنت بتتكلم عليه بخصوص التصحر، تعمل تصحر وتموت نباتات وتعمل فيضانات وتعمل حاجات كتير ومشاكل كتير. فقالوا إذن إن كل القضايا دي كلها ممكن تبقى مرتبطة مع بعضها البعض. فبتيجي نتكلم، خلينا نتكلم على مفهوم تنمية مستدامة. هل ممكن مفهوم التنمية المستدامة يحل لي المشاكل دي كلها؟ قالوا اشتغل بمثلث التنمية المستدامة. اعمل تنمية زي ما انت عايز، صناعية وابن مصانع، واعمل منشآت زي ما انت عايز، وسكن الناس ووجد لهم خدمات صحية وتنمية اجتماعية، بس في المقابل خلي الضلع الثالث اللي موجود معاك المتساوي، انك لا تستغل الريسورسز او الموارد اللي موجودة وتجور عليها، حافظ عليها. طول ما انت بتحافظ عليها بتاخد منها على القد وتسيب للأجيال القادمة، انت كده في عملية إصحاح للكوكب وللموارد الطبيعية، فما بقاش عندك مشاكل خالص تتكلم عليها. من هنا ابتدى مفهوم التنمية المستدامة هو يبقى الحاكم. النهارده المفهوم ده شغالين بيه، ومصر في رؤية مصر 2030 شغالة عليه، حطاها، والأمم المتحدة عاملة ال 17 هدف بتوع الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة. كان جزء أساسي منهم غير تصحر المياه والقصص دي كلها والقضاء على الفقر والجوع، ده جزء أساسي منها العمل المناخي. لأن العمل المناخي انتبهوا جدا 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 إنه العالم انتبه مؤثر بشكل كبير. ولكن انتبه إمتى؟ ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. أنت بتتكلم على العمل المناخي والقصص دي كلها من سنة 92، وعلى ما دخلت على كيوتو 97 وابتديت ما تعملش حاجة خالص لغاية ما وصلت باريس في 2015 وابتديت تقول لا ده احنا تخطينا درجة الحرارة ل 16 درجة وكده بقينا في موقف حرج. الله، هو انت مستني لما توصل للموقف لا، وبقينا 2023 وما زالت مشكلة التمويل وهي أساس مساعدة الدول لتخطي التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ما زالت مشكلة قائمة. وده اللي احنا ناقشناه في كاب 27 اللي مصر كانت بترأسها وما زالت بترأسها لغاية ما تسلمها لدولة الإمارات 2028 في 2028 اللي هو كاب 28 ان شاء الله في نوفمبر
ديسمبر القادم باذن الله تعالى. كانت مشكله التمويل هي المشكله الرئيسيه وهي المشكله الفيصل. ليه؟ خاصة بالنسبة للدول النامية، الدول النامية على رأسها الدول الأفريقية. مصر من ضمن الدول النامية ماشي، مع التقدم والعلم والتكنولوجي وكل اللي احنا بنعمله من صناعات وكل اللي بنعمله من مشروعات في الطاقة والمواصلات والنقل المستدام وحاجات كتيرة جدا بنعملها بسم الله ما شاء الله، إلا إن ما زلنا واقعين في إطار الدول النامية. طيب الدول النامية دي ومعاها بقية الدول الأفريقية أسوأ حالا بكتير. ليه بقى؟ ليه الدول الأفريقية اللي متأثرة ومتضررة بشكل أكبر بكتير حتى من الدول اللي متسببة في التغيرات المناخية؟ الدول المتسببة في التغيرات المناخية ابتدت تتأثر في خلال السنوات الأخيرة على وجه التحديد، ويمكن السنة اللي فاتت والسنة دي هم شايفين العملية في الإعلام بتاعهم بقى إعلام قاسي جدا جدا جدا، وتقريبا هم قاعدين تحت نوافير المية في الصيف دلوقتي خالص. يعني بقت الحياة بالنسبة لهم حياة مش هي دي الحياة اللي اعتادوا عليها. السنة اللي فاتت كان في عندي أكتر من 60,000 حالة وفاة في أوروبا لوحدها بسبب الحرارة. صحيح. اللي ما كانش بيحصل فيها قبل كده، دي سنة واحدة، ونتوقع السنة دي ممكن يوصل لأكتر من كده. وعلى الرغم من كده هم مفروض انهم يضغطوا على الحكومات بتاعتهم عشان يعملوا ايه؟ عشان يبتدوا يساعدوا الدول النامية التي ليست لها يد طول او اي يد باي شكل من الاشكال في سبب من اسباب المشكله. لكن انت تخيلي ان افريقيا كلها بما فيها، احنا بنتكلم على 54 او 55 دوله في افريقيا، كل الانبعاثات اللي طالعه منهم لا تتجاوز 4% من اجمالي الانبعاثات العالميه. 4%، يعني حتى ما وصلتش 10%. ما بحط الدول العربية معايا ما بوصلش 11%. يبقى احنا بنتكلم في ايه؟ اما الباقيين دول كلهم جايين من الدول الصناعية الكبرى، وعلى رأسهم الصين بقت رقم 1 24%، وامريكا رقم 2 النهارده داخله في 14 الى 16%. يعني هذه بنتكلم على دول ليهم حوالي 30%. الدولتين دول لوحدهم كانوا قبل كده اكتر من 40%. بالاصحاح اللي بيحاولوا يعملوه بشكل احادي مش جماعي مع العالم، نزلوا الانبعاثات بتاعتهم، ولكن ما زالت. طيب هنا السؤال اللي سيادتك سالتيه، طب الدول المتاثره في افريقيا بسبب ايه؟ رقم 1 مش هي السبب زي ما قلنا، ولكن بسبب النزاعات الداخلية اللي موجودة عندها، اللي بتخلي الحكومات غير قادرة انها تتوافق مع بعضها البعض. وهنا كان معالي الرئيس السيسي واعي، وفي الكلمة بتاعته أشار ان احنا ما هنشتغل، مش هنشتغل دولة، احنا هنشتغل رؤية عامة. يعني ايه رؤية عامة؟ يعني انا ما هتكلم النهارده، انا مش هتكلم على مصر، انا هتكلم على مجموع الدول الافريقية، والرؤية اللي انا هطلبها واللي انا هحطها هيتوافق عليها من كل الدول الافريقية الشريكة اللي موجودة معايا في النباد. وبالتالي انا هقدم لكم رؤية، وبالفعل هو قدم 4 أو 5 نقاط. طيب خلينا نستعرضهم وحضرتك وضحهم لنا. توفير البيئة اللازمة للتنفيذ السريع للمشروعات، برامج مؤثرة لخفض الانبعاثات من مختلف القطاعات، تيسير الطاقة المتجددة، صياغة مسارات وبرامج عادلة للتحول في مختلف المجال، التركيز على العدالة والإنصاف كمبدأ يراعي التحول المطلوب، الأبعاد الاقتصادية الاجتماعية، يتجنب الإجراءات الأحادية زي ما حضرتك بتقول، تحقيق العدالة المناخية وتفعيل ترتيبات التمويل وصندوق الخسائر والأضرار، وتمويل التكيف مع الاعتراف بما تتحمله الدول الأفريقية. أنا بجري عشان الوقت، سامحني. طيب أنا ما أعرفش وقت قد إيه اللي باقي، بس أنا هعيد الصياغة دي كلها في جملتين 2. الجملتين دول هم إيه؟ إن أنا المشكلة دي عشان تتحل لازم لها شقين. الشق الاولاني ان انا اعمل تخفيف، والشق الثاني ان انا اعمل تكيف. خلاص، فمجموعه من المشروعات دي داخله تحت اطار التخفيف. يعني ايه تخفيف؟ تخفيف الاثار. لا، مش تخفيف الاثار بس، اقلل الانبعاثات اللي طالعه من كل الانشطه اللي شغاله عندي، زراعيه صناعيه وخلافه ونقل وكلام من ده، بحيث انها تبقى منخفضه الانبعاثات الكربون. بمعنى اما اجي اطلع طاقه كهربيه اطلعها من طاقه نظيفه.
زي الطاقة الشمسية، زي طاقة الرياح، الطاقة المائية، أيا كانت الحاجة اللي موجودة معايا. يبقى أنا هنا ما اضطريتش إن أنا أحرق وقود أحفوري. يبقى أنا هدور على المشروعات بتاعة التخفيف وأدخلها لأفريقيا. هو ده الجزء اللي أنا بترجم النقاط. بالظبط. كويس. فالحزمة الأولانية هي حزمة التخفيف اللي موجودة معايا، فدخلت معاها كل المشروعات المستدامة الخضراء لكافة القطاعات بطاقة نقل مستدام بخلافه. كويس. بالاقتصاد الأخضر، بالاقتصاد الدوار، حتى الاقتصاد الأزرق معالي الرئيس اتكلم عليها وأنا ما شفتش ناس كتير علقوا عليها. هنتطرق عليه عشان نعرف الفرق بين الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق. ده مهم جدا. كويس. فده الجزء الأولاني. أجي أمسكه بقى هنا أهو. طيب يا دول يا أفريقية، عشان نعمل القصة دي انتم محتاجين ايه؟ محتاجين تمويل. هتجيب لنا تمويل منين؟ هجيبه لكم من الصناديق اللي المفروض تدفع لكم لان انتم متضررين. في كام صندوق؟ في في صندوق جديد اتعملوا الآليات بتاعته هنفضل ماشيين وراها لغاية ما نوصل لقاب 28. الصندوق ده اللي هو صندوق الخسائر والأضرار، و55 دولة على رأسهم مصر من ضمن الدول اللي اتحطوا هياخدوا من هذا الصندوق. يبقى ده جزء أساسي. طب والجزء الثاني؟ في عندي 100 مليار من الصندوق الأخضر للمناخ. احنا طالبين للدول الأفريقية 27 مليار كل سنة من ال 100 مليار دول يجوا لنا كده على طول بشكل عشان ندخل كل التكنولوجيات اللي موجوده هنا اهو. طب بس كده اهو في مجال الطاقه؟ لا، انا عايز زراعه مستدامه موجوده معايا هنا اهو. ده انا عايز اقلل الانبعاثات بان انا اعمل لكم مسطحات خضراء وغابات واحافظ على الغابات اللي موجوده. ليه؟ اوروبا النهارده ما عندهاش مساحات تعمل فيها غابات، وحتى الغابات الموجوده عندها بتتحرق النهارده، بتولع. النهارده اسبانيا بتسجل 15 حريق في الغابات، قضت على 5000 هكتار خلال 6 شهور. وده زياده عن السنه اللي فاتت بنسبه كبيره. وبالتالي انت ما عندكش حته ممكن تستثمر فيها وتعمل الغابات اللي انت عايزها الا في كل الدول الافريقيه اللي مساحات شاسعه موجوده هنا اهو. وبالتالي تعالى استثمر عندي هنا اهو. دي جزئيه مهمه. يبقى انت عايز طاقه جديده ومتجدده، انا هديها لك. انت هخفف لك بيها. مش بس كده، ده انا هخفف بيها وهخلي الافارقه يبيعوا سندات الكربون او شهادات الكربون قصاد هذا التخفيف، ويخش لهم دخل زياده في بورصه الكربون اصرفه على المشروعات التنمويه عندهم. دي حدوته كبيره. لو مصر حطت دماغها زي ما انا شايف في الكلمه بتاعت معالي الرئيسه وبحكمته وحكمه الحكومه اللي موجوده، مليارات هتخش للدول دي، شرط انها تلتزم كلها باطار استراتيجي واحد ما تحدش عنه. العمليه دي مهمه جدا 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 جدا. طيب تسمح لنا يكون لنا لقاء تاني يا فندم؟ لان وقتنا خلص واحنا لسه بنقول بسم الله الرحمن الرحيم. لسه ما اتكلمتش على التكيف ولا لسه ايوه ما انا عارفه. اسمح لنا بلقاء مره تانيه ان شاء الله باذن الله نستكمل كل المحاور المهمه جدا، علشان المواطن العادي لازم يبقى فاهم كل هذه الابعاد ويفهم دوره في مساعده دولته ومساعده كوكب الارض كله. شكرا جزيلا دكتور وحيد امام، استاذ علوم البيئه جامعه عين شمس ورئيس الاتحاد النووي. شرفتني يا فندم. اهلا بيك. ايه ده احنا ما لحقناش. لا هيكون لنا لقاء تاني بوعد حضرتك ان شاء الله. بشكركم جدا على حسن المتابعه ونلقاكم غدا واسره جديده. اسرتنا النهارده رئاسه التحرير استاذه دعاء همام، الاخراج دكتوره لمياء سمير، وتحياتي ايتن الموجي. شكرا والى اللقاء.